الكثير من الناس تم تغيير حياتهم ما بين الريف والمدينة. ما هي الفوارق ما بين الريف وما بين المدينة، وما هي أهم الجوانب التي جعلت هذه الفوارق لها أهمية في حياة العديد من الناس؟ تعالوا ويانا خلينا نشوف هذه الجوانب. إن من أهم الأشياء الإيجابية المتواجدة في المدينة هو وجود فرص العمل أكثر، كون الجانب الاقتصادي أفضل داخل المدينة، وكذلك الخدمات تكون أفضل داخل المدينة فرق ما موجودة في الأرياف، وكذلك وجود المكانات الترفيهية للعديد من العوائل وكذلك للشباب اللي موجودين داخل المدينة، وأيضا وجود التنوع الثقافي اللي موجود باختلاف طبقات الناس التي توجد داخل هذه المدينة. إن من أهم العيوب في الحياة داخل المدينة هو وجود الازدحامات الخانقة، وكذلك التلوث الموجود في المدينة، والتكلفة للمعيشة داخل المدينة كون المتطلبات تكون كثيرة، وكذلك ضغط النفسي الذي هو له تأثير سلبي وواضح لجميع الأشخاص الموجودين في الحياة للمدينة. الحياة في الأرياف يتميز بعدة مميزات، أهمها هو الهدوء والطبيعة اللي موجودة داخل الريف، وكذلك التكاتف الاجتماعي والمعرفة الاجتماعية يكون في الريف أكثر بكثير من الحياة في المدينة، والتكلفة للمعيشة لربما تكون أقل تكلفة من الحياة في المدينة. سلبيات الحياة في الأرياف هو قلة فرص العمل، وكذلك العزلة، كون بعض الأرياف والمناطق بعيدة عن المدينة ويكون التواصل قليل، وكذلك العمل الشاق، لكن هذا السبب هو قديما كانت الأرياف تعمل عمل شاق في الأراضي الزراعية، وكون الأشخاص يتعبون في العمل لأيام عديدة، لكن في هذه الأيام وتطور الناس أصبح العمل غير شاق في الأرياف، ويعني أكثر جدية ونحو التطور في العمل في الأراضي الزراعية. حرية الاختيار للحياة ما بين الريف والمدينة تابعة للشخص ذاته. بعض الناس يختارون الحياة في المدينة كون فرص العمل والنظام الاقتصادي أقوى، والبعض الآخر يختار الهدوء والطبيعة الخلابة للحياة في الأرياف.